السلام عليكم. كان سيدنا طلحة بن عبد الرحمن بن عوف أجود قريش في زمانه، فقالت له طبعا زوجته: ما رأيت قوما أشد لؤما من إخواتك. فقال: ولم ذلك؟ فقالت: أراهم إذا اغتنيت لزموك وإذا افتقرت تركوك. يعني لما يكون غني ومعاهم فلوس يعني بيلزموه ويبقوا معاه على طول، ولما يكون فقير ما معهوش فلوس طبعا بيتركوه. فقال سيدنا طلحة: هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. فعلق على القصة دي الإمام المرودي وقال: انظر كيف ظن بكرمه هذا الظن حتى جعل قبيح فعلهم حسن وظاهر غدرهم وفاء. وهذا والله يدل على أن سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة، وهي طبعا من أسباب دخول الجنة. لو عجبكم المحتوى ما تنسوناش من دعواتكم ودعمكم، والسلام عليكم. إلهي واسع الكرم ورب